توجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مراسم حفل افتتاح كأس العالم 2022 المقرر انطلاقه اليوم بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وكان في توديع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بالعاصمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعب الفريق أول السعيد شنقريح ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. وتعرف العلاقات الجزائرية القطرية فترة انتعاش، حيث حضر أمير قطر حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة وهران الصيف الماضي. كما حضر القمة العربية التي انعقدت مطلع الشهر الجاري بالجزائر مقابل زيارة دولة لرئيس الجمهورية إلى قطر في فيفر الماضي. وكان الرئيس تبون قد أبدى دعمه الكامل لاحتضان قطر نهائيات كأس العالم التي ستنطلق اليوم وتدوم إلى غاية 18 من ديسمبر المقبل، منددا بحملات التشويه التي تعرضت لها الدولة القطرية قبيل أيام قليلة على انطلاق أول نسخة بالأراضي العربية. وقال رئيس الجمهورية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية نهاية الشهر الماضي: هذه المنافسة العالمية التي تنظمها قطر ستبقى محفورة في تاريخ كرة القدم. وأضاف تبون: قطر ستدهش العالم بمستوى التنظيم المحكم في كل المجالات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.